السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل وصفة سهلة، باستا فلورا. طريقتها سهلة. هيبقى معانا هنا نص كوباية من الزبدة، ربع كوباية من الزيت، ونبدأ نقلبهم كده. وهنضيف كمان نص كوباية من السكر، سكر عادي مفيش مشكلة منه، مش لازم يكون بودر. وهنضيف بيضة واحدة. عايزه اقول لكم ان الباستا فلورا دي طريقتها حلوه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. وطبعا هنضيف معلقه خل ونقطه من الفانيليا او رشه فانيليا بودره. هنبدا بقى ان احنا نلفهم كده مع بعض لغايه ما ينعموا. وبعد كده انا مجهزه 3 اكواب من الدقيق، عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح طبعا. وهقلبهم كده مع بعض وانزل بيهم على الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الزبده والزيت والبيضه والسكر طبعا. هبدا اقلب فيهم كده. عايزه اقول لكم ان العجينه دي مش بتتعجن، هي زي نظام البسكوت. هبدا اقلب بيهم كده، انا بنزل حبه حبه لحد ما احس ان العجينه اتمسكت وبقت حلوه جدا في ايدي كده ومش بتلزق. زي ما انتم شايفين هي خدت ال3 اكواب من الدقيق. هبدا ان انا الفهم كده. الباستا فلورا ممكن نقدر نعملها باي نوع مربى. هي اصلا بتتعمل بمربى المشمش، بس انا بحب اعملها بمربى الفراوله، او اي مربى عندك انتي بتحبيها تقدري تعمليها. دي طبعا العجينه زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اخد منها التلت، يعني هسيب التلتين للصينيه والتلت التاني اشكله بقى ورد، اشكله ابرشه بالمبشره عادي يعني. طبعا هنا انا جهزت ورقه زبده عشان خاطر انا ما عنديش صينيه الطرد. هدهنها نقطه زيت كده برضو علشان خاطر لما اجي لما اجي اشيلها من الصينيه تبقى سهله معايا. طبعا هفردها، هفرد الباستا فلورا او العجينه اللي معانا دي، وهبدا ان انا افردها كده كويس. وممكن نجيب البطاطا نعمل بيها وبس، مفيش مشكله. حتى لو لزقت مفيش مشكله، احنا بنقدر نتخلص منها لانها سهله. زي ما شايفين كده بفرد فيها كويس. وطبعا اعمل لها حروف زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر لما احط المربى ما تتحرقش. وهجيب بقى شوكه ان انا اضغط عليها عشان خاطر انا مش حابه ان هي تعلى مني. وبعد كده بقى هجيب الفراوله واحطها فوقها على طول. طبعا في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. بحطها في الرف الوسطاني، بسيبها لغايه ما لونها يدي البراون كده البسيط، يبقى لونها ذهبي. زي ما شايفين كده حطيت المربى. لو المربى عندكم قطعه نقدر ان احنا نهرسها بالشوكه كويس جدا او بالهاند بلندر. طبعا ده بعد ما حطيتها في الفريزر شويه. هي كانت محتاجة تتحط اكتر، بس طبعا انا كنت مستعجلة وعملتها كده برشتها على طول. ممكن نقدر ان احنا نعمل لها نشكلها. طبعا بنمشي في كل حتة عشان خاطر ما يبقاش فيه جزء فيه كمية عجين قليل عن التاني. هدخلها كده. انا بعد ما خلصتها بقى هدخلها الفرن. دي بعد ما طلعت شايفين اللون ده تحفة جدا. سبتها في الفرن حوالي نص ساعة، وبعد كده في الاخر ممكن افتح عليها الشواية. زي ما شايفين كده كمان انا خرجتها من الصينية. ان شاء الله تعجبكم. جربوا الوصفة دي، سهلة جدا بسيطة. يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزة اقول لكم تحفة وحجمها مناسب جدا. والسلام عليكم.